هنفتح مع بعض كنز كده، كتاب الدر المنصور في مكنون جوهر العقول للدكتور محمد فتحي عبد العال. الكتاب ده طريقته فعلا مميزة. بالظبط، وهو مسميه حصاد تفاعل، يعني أسئلة وإجابات ونقاشات كأننا بنسمع حوارات قديمة. والحلو إنه معتمد بشكل كبير على أرشيف الصحافة المصرية. أيوة، زي المصور وآخر ساعة واللطائف المصورة، مصادر يعني ليها وزنها. تمام. فمهمتنا بقى إننا نحاول نصطاد أهم الأفكار والقصص اللي يمكن مش واخدين بالنا منها قوي في تاريخنا ومجتمعنا. وهي دي قوة الأرشيف الصحفي بصراحة، مش مجرد أخبار وخلاص. لا طبعا. لا، دي مراية حقيقية للمجتمع بتقلباته بمخاوفه يعني. بتدينا قصص تخلينا نفكر هل دي مجرد حواديت ولا ممكن تكون أنماط بتتكرر. بالظبط كده. خلينا نشوف بعض النماذج دي. طيب، أول حاجة كده لفتت نظري بقوة في المصادر دي هي القصص المتكررة بشكل غريب شوية، عن مشاكل وأحيانا يعني نقدر نقول فضايح في الأوساط الأكاديمية زمان. الحتة دي فعلا مثيرة للانتباه. يعني مثلا في واقعة سنة 1946، أستاذ جامعي المفروض إنه ليه مكانته العلمية والدينية، حافظ قرآن ومتجوز 2 وكده، تمام. لكن المصادر بتقول إنه حاول يعني يرسب طالبة لغرض معين في نفسه. يا ساتر. ولما الموضوع اتكشف بعد تشكيل لجنة وبتاع، كانت العقوبة مجرد نقله لمعهد تاني. والملاحظة الغريبة إنه معهد مفهوش بنات. يعني العقوبة نفسها، طريقة التعامل مع الموضوع بتثير تساؤلات كتير. جدا. والنقطة الأهم هنا مش بس الواقعة بتاعت 46 دي، لأ، ده استمرار ظهور حاجات شبهها بأشكال مختلفة. للأسف. المصادر نفسها بترصد لنا وقائع أحدث، يعني بتتكلمي على ابتزاز جنسي في جامعة قناة السويس 2021، ودي حاجة حديثة جدا. وفصل أستاذ في إعلام القاهرة 2019 بتهم فيها منها التحرش، وتسريب امتحانات في آداب عين شمس 2020. وحتى تزوير أبحاث للترقية زي ما حصل في الأزهر 2020. بالظبط، فده بيخلينا نسأل، هل آليات الرقابة والمحاسبة دي رغم إنها موجودة لسه فيها ثغرات بتتكرر؟ وهل العقوبات كانت رادعة كفاية زمان أو حتى دلوقتي؟ هو ده السؤال. المصادر بتدي لمحات كده عن الفروقات دي كمان. طيب، ده يودينا لمنحنى تاني برضو عجيب ومثير جدا في المصادر دي، ظاهرة انتحال الشخصية والتزوير. دي قصصها فعلا زي الأفلام. مش كده؟ زي حكاية حسين شريف ده. بدأ إيه؟ موظف أمين في بنك، موظف أمين أهو. اختلس مبلغ كبير سنة 1906 وهارب على فرنسا. طب رجع عادي؟ لا، لا طبعا. رجع منتحل شخصية كونت دوميلوي. كنت مرة واحدة. وبعدها بشوية لقى إن الكونت مش جايب همه، بقى دكتور في القانون بشهادة مزورة من روما. يا نهار أبيض. وكان بيخطط يعمل بنك وهمي عشان يكمل يعني مسيرة النصب بتاعته. قصة فعلا سينمائية. واللي يثير الدهشة أكتر إن الجرأة دي والنوع ده من التفكير مش مربوط بزمن معين. إزاي؟ يعني المصادر بتنقلنا الواقع تانية بس حديثة بقى، لشخص انتحل صفة أستاذ جامعي وعميد لمدة 24 سنة. 24 سنة؟ أيوة، بشهادات كلها مزورة، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. ده غير طبعا قصص تانية المسؤولين زي محافظ سابق اتقبض عليه في قضايا تزوير أو رشوة. طب إيه الدافع ورا كل ده؟ يعني هل هو بس الطمع في الفلوس؟ ممكن يكون الطمع، ممكن يكون ضغط اجتماعي للمظاهر والمكانة، والمصادر بتلمح لحتة تالتة كمان، اللي هي إيه؟ إنها ممكن تكون عند البعض زي هواية تقمص شخصيات، يعني دافع نفسي بحت. غريبة دي. وده بيفتح الباب بقى للتساؤل عن الدوافع النفسية والمجتمعية ورا الظاهرة دي. ويمكن الوجه الآخر للضغوط الاجتماعية دي بس بشكل مؤلم بقى، هو قصة الروائي رجاء عليش. القصة المأساوية دي. المصادر بتربط انتحاره سنة 1979 بمعاناته الطويلة من التنمر والعزلة. بسبب شكله وقصر قامته للأسف. بالظبط. وده انعكس بشكل واضح في عناوين كتبه اللي نشرها على حسابه الخاص، زي لا تولد قبيحا وكلهم أعدائي. عناوين مؤلمة جدا، بتوري قد إيه الأحكام الاجتماعية ممكن تكون قاسية ومدمرة. قصة توجع القلب فعلا. وهنا بقى بتظهر أهمية فكرة حصاد التفاعل اللي الكتاب قايم عليها. إزاي؟ الأسئلة والنقاشات اللي المؤلف جمعها دي بتبين إن المواضيع دي، سواء استغلال سلطة أو البحث عن مكانة زائفة بالتزوير أو حتى أثر التنمر والرفض الاجتماعي. يعني بتشغل بال الناس وقتها. بالظبط، وكانت بتتكرر في أسئلتهم ونقاشاتهم. فالأرشيف الصحفي هنا مش مجرد رصد للأحداث، ده تسجيل لاهتمامات وهموم المجتمع نفسه. وهل المشاكل دي كانت بتطرح للنقاش العام بنفس الوضوح؟ ده سؤال تاني مهم. أكيد. يبقى الخلاصة كده من رحلتنا السريعة دي في المصادر إن التاريخ
مش مجرد أحداث فاتت وخلاص. لا طبعا. ده مليان أنماط سلوك، مشاكل مؤسسية بنشوف صداها لحد النهاردة. فساد، تحايل، حتى الكلمة القاسية وتأثيرها. الماضي بيكلمنا لو عرفنا نسمعه صح. ويبقى السؤال بقى اللي ممكن نسيبه للتفكير في الآخر: اتفضل. هل القصص دي مجرد حوادث فردية، شذوذ عن القاعدة وخلاص؟ ولا هي بتكشف عن حاجة أعمق؟ أعمق زي إيه؟ يعني في طبيعتنا البشرية نفسها، أو في تركيبة مجتمعاتنا؟ صراعنا الدايم ده مع السلطة والفلوس والقبول الاجتماعي، وهل مجرد فهمنا للماضي ده كفاية؟ هو ده السؤال الأهم. هل الفهم ده كافي عشان نتجنب نفس الأخطاء؟ ولا الموضوع محتاج خطوات تانية أكتر من مجرد الوعي التاريخي؟ نقطة فعلا تستحق وقفة وتأمل.